السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه مع يسرا. الى اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على المربع الاحمر الاشتراك مع تفعيل الجرس. ان شاء الله اليوم غنحضروا بانكيك كيجي رائع جدا وخفيف وسهل في التحضير وسريع كذلك، ما كياخذش منكم وقت كتير ولا مجهود. نتمنى انكم تجربوه. والان خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. يلا نبداو. غنحتاجو الحبه من البيض اولا حبتين، حتى حبه كيجي بها جيد. غير انا هنايا عندي البيض كان صغير جدا، داكشي علاش استعملت حبتين من البيض. كأس من عصير البرتقال، كأس الا ربع من الزيت، وايضا نصف كأس من السكر. غنكتب لكم المقادير مضبوطه. ايضا الكأس عندي فيه 100 غرام، ونفس الكأس هو اللي خديت به القياسات. كوب ديال الشاي يعني كأس ديال الشاي. 200 غرام ديال الدقيق الابيض طحين اللي هو الفرينه، عبارة 2 كيسان. وكيس من خميرة الحلويات البيكنج باودر ما يعادل 7 غرام، وسكر الفانيلا او لا تستعملوا نكهة الفانيلا، ويمكن لكم ايضا انكم تستغنوا عليها. كيف قلت لكم ما كياخذش وقت كتير، فقط المكونات يكونوا موجودين. توضعوا جميع هاد العناصر في الخلاط الكهربائي. في الاول كنوضعوا العناصر السائله كنخلطهم جيدا باش يندمجوا مع بعضهم، ومن بعد كتنزلوهم في واحد الاناء باش تضيفوا ليه الدقيق، او لا تضيفوا ليه هنايا مباشره الدقيق، لان الخليط كيجي نوعا ما ثقيل، ما كيكونش خفيف بحال ديال الكريب اولا ديال البغرير. المهم تاخذوا الحذر ديالكم. المقادير مضبوطه ان شاء الله، وينجح لكم بانكيك باذن الله. صافي اخلط هاد المكونات مع بعضها، وهذا هو الخليط اللي كنحصل عليه. انا غنخويه لكم هنايا باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش داير، يعني كيجي ثقيل كيف قلت لكم. والان مباشره يعني بدون انكم تخليوه يرتاح، مباشره غنمروا للطهي. ناخذوا مقلاة بطبيعه الحال ما تكونش كتلصق، تستعملوا التيفال. يمكن لكم ايضا في الاول دهنوها بلا قليل من الزيت، انا خليتها هكذا ما كتلصقش. صافي النار مهيله كيف قلت لكم. المقله تكون مسخنه من قبل، يعني خليتها انا واحد 3 دقائق على النار عاد باش نزلت فيها الخليط. غنخليو هذه الحبه الاولى، تخليو المقله تسخن مزيان، وغتبدا دير فقاعات اولا كتثقب، ولكن ما كتثقبش كلها بحال البغرير. صافي كيبداو يتشكلوا فقاعات. غتعرفوا ان البانكيك نجح لكم ملي كيتشكلوا الفقاعات كلهم وكينشف لكم من الجوانب. تقلبوه على الجهه الثانيه. كيف قلت لكم سهل وسريع، ما كياخذش وقت كتير. بالنسبه للعصير ديال البرتقال، يعني الحمد لله البرتقال الان موجود. الا ما كانش عندكم العصير ديال البرتقال وما كانش متواجد، عوضوه بكاس ديال الحليب. الان كيف ما كتشوفوا معايا ملي كيتشكلوا الفقاعات كناخذ الحبه بهذا الشكل ونقلبها. هي دي انا تحمرت ليا شويه الحبه الاولى. المهم انا دابا يعني الحبه الاولى كتعرفوا الوقت وكتعرفوا امتى كطيب لكم على حسب النار اللي دايرين، وضروري انها تكون مهيله. غنستمر بهذه الطريقه، ما كتخليوش يتحمر كيف ما الحبه الاولى تحمرت ليا، يعني فقط اللون ديالو يكون ذهبي كيف شفتوا في الاول في الصور. كيف انا ملي كنوضع الخليط يعني كنحاول انني نرقو بهاد الملعقه اللي كننزل بها باش ما يجينيش غليظ، وايضا باش ما يطيبش ليا من برا ويبقى لداخل يعني ما طايبش، يبقى سائل. هكذا كيتشكلوا فقاعات، نخليوها طيب. كيتشكلوا الفقاعات كلهم، من بعد كينشف من الجناب ونقلبوها ونتلاقاو في الشكل النهائي باش تشوفوا كيفاش جا داير. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك كيف شفتوا معايا. ما خليتوش يتحمر كلهم كيف الحبه الاولى، يعني كتخليو اللون ديالو ذهبي غامق. طريقه التزيين كتبقى اختياريه. انا غنوضع هنايا العسل، يمكن لكم تقدموه مع اي شيء كيبغيو وليداتكم. وهكذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان البانكيك ديال اليوم يكون عجبكم، كيجي رائع وخفيف. والاهم من هذا الشيء انكم بسرعه يعني يمكن تحضروه في اخر وقت يعني.
انا غنزول هاد الحبه اللي زينتها بالجوز باش نوريكم كيفاش جا داير، يعني كيجي رطب وهشيش. وغنحلو لكم ايضا في الوسط باش تشوفوا كيفاش كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه. وما بقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه مسبقا. شكرا جزيلا على تعليقكم الجميله والرائعه، كنشكر كل وحده فيكم، وكلمه شكر قليله جدا في حقكم. وإذا عجبكم الفيديو جيموا الاشتراك في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد من الطبخ والوصفات والحيال وكل ما هو مفيد لكم ان شاء الله مباشرة من بعد ما ننزلوا في القناة. ضروري انكم تضغطوا على الجرس اللي امام مربع الاشتراك. تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله. بصحة والراحة مسبقا. بسلامة.